يا مساء الجمال. يوم جديد من يومياتي انا وجوزي في المطبخ. وحشتوني جدا. انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان انا يعني شويه كده عندي ظروف، فدعواتكم لامي بالشفاء ودعواتكم بهدوء البال يا رب، اللهم امين. انتوا عارفين ان السمنه الايام دي غاليه جدا، وانا عارفه طبعا معاكم ان احنا ممكن ننزل اي سوبر ماركت نلاقي السمنه البلدي بالذات. طبعا انتوا عارفين ان انا ضد السمنه المهدرجه تماما ومش بستخدمها، يعني كريستال وروابي والحاجات دي صراحه انا ما بجيبهاش خالص في بيتي. من زمان، يعني بقى لي اكتر من 15 سنه تقريبا ما بستخدمهاش خالص واكتر كمان. فطبعا احنا الايام دي علشان نلاقي سمنه، سمنه حلوه وسمنه تكون بلدي تكون خاليه من الكوليسترول او كده. ده بقى تقريبا شبه ان احنا بندور في ابره كوم قش. الزبده بقت ب 270 و280، وفي اماكن بتباعها ب 300 وحاجه كمان والله. سمنه شيراتون والحاجات اللي هي النظيفه دي بقت ب 800 و900 وقرابه ال 1000 جنيه البرطمان اللي هو الكيلو ده او العلبه الكيلو. انا بصراحه عندي واحده صاحبتي ربنا يخليها يا رب. مامتها هي بتشتغل في بنك في الدقي. ودايما كانت تقول لنا على وزاره الزراعه وتقول لنا يا جماعه انزلوا اشتروا حاجاتكم من الحكومه وانزلوا اشتروا حاجاتكم مش عارف ايه. بصراحه الموضوع ما كانش يعني بيجي في دماغي قوي، لحد ما فتره كده لقيتها بتقولي هي برضو عندها نفس المشكله. هي كانت بتستخدم براند معين يعني وغالي جدا طبعا، هو بقى فيرن وشيراتون ومصر الالبان. بقى البرطمان دلوقتي تقريبا حوالي ب 300 جنيه او 400 جنيه كمان. وشيراتون بقت وصلت فيه 898 تقريبا اخر مره شفتها، او حاجه كده. والزبده النيوزيلندي اللي انا كنت بستخدمها الاول دي كانت وصلت دلوقتي انا لو لقيت والله الصوره اللي مصوراها في خير زمان وهوريكم الصوره لو عرفت احطها على البانر بتاع الفيديو ده هحطها لكم. بقت ب 595، يعني ب 600 جنيه الكيلو، ب 600 جنيه كيلو الزبده الصفراء. فالمهم كانت صاحبتي برضو بتسال كده، فلحد ما وصلت لي وزاره الزراعه. السمنه دي كويسه جدا على فكره يا جماعه، هي سمنه وفي زبده. الزبده تقريبا ب 170 حاجه كده. والسمنه احنا طبعا اخترنا السمنه لان السمنه زي ما تقولوا اسهل ليا بالنسبه لي، بدل ما هقعد لسه اسيح وكده. طيب هي حلوه، حلوه جدا على فكره. ريحتها حلوه، طعمها حلو، بلدي، نظيفه مش وحشه. دي الزبده البقري ودي الزبده الجاموسي. سعرها حلو جدا على فكره. انا هقول لكم دلوقتي سعرها. هي بس انا هوريها لكم من جوه اهي. دي الزبده الصفراء، ماشي، دي عشان الحلويات. ودي الزبده الجاموسي، انا طبعا مستخدمه منها. بصوا انا قربت اخلص البرطمان اصلا. عملت كنافه، رغم ان انا كنت جايبه البقري اعمل بيها الكنافه، بس عجبتني ريحه الزبده الجاموسي قلت لا اعمل بيها. بكام بقى؟ هي دي اهم حاجه. بالجاموسي، دي الجاموسي ب 145 الكيلو، والبقري ب 135. البرطمان ده كيلو. هما 900 جرام سمنه، وتقريبا ال 100 جرام اللي فاضله لان انا وزنته. ال 100 جرام اللي فاضله اللي هي ال 1000 يعني، دي بتاعه البرطمان والغطا والحاجات دي. بصوا اهي من تحت اهي مستريحه ب 135 و145. طيب هي حلوه حلوه مش وحشه، يعني كويسه بصراحه. ريحه وطعم وكده كويس. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين الزبده او السمنه اللي احنا بنشتريها من بره؟ دي اسمها فرز او مصانع، او اللي هي متصنعه، يعني مش مربوبه بالغساله ولا مربوبه بالقربه ولا مربوبه. دي مربوبه او مخضوضه بالمصانع، تمام كده، او بالمكن يعني. فعشان كده هم بيقولوا عليها زبده او سمنه فرز، تمام، مفرزه او متفرزنه، معرفش هي لها كده، تمام كده. بس هي كريحه وكطعم كويسه، كسعر كويسه جدا. يعني انا بقول لكم ممتازه. 135 لو انت مش عايزه تجيبي الجاموسي، والجاموسي ب 145. حسب معلوماتي ان هما اليومين دول عاملين معرض اسمه خيرات مزارعنا تقريبا، حاجه كده، عند نادي الصيد اللي في الدقي. خيرات مزارعنا ده عاملين تقريبا خصم عليه 20%. انا طبعا ما روحتش، انا الكلام ده جايباه قبل رمضان ب3 ايام تقريبا. فانا ما روحتش لسه المعرض وما اعرفش التفاصيل بتاعته، بس انا عارفه ان انت لو تشتري حاجات ب 200 جنيه بتاخدي تخفيض. تقريبا بتاخدي كيلو لبن او نص كيلو جبنه بيضه حاجه كده. وعارفه ان هم عاملين تخفيضات لحد 50%. يعني لو اشتريتي حاجات ب 500 جنيه مثلا تاخدي ب 250. انا ما اعرفش بالظبط التفاصيل، بس انا عارفه ان هو من 50 من 20 ل 50% تخفيض.
تمام كده. ده قريت عنه، انا لسه ما شفتوش بعيني، احنا اجازه من ساعتها لسه ما رحناش يعني. اول ما ايهاب ينزل، لان انا برضو ما شفتش بعيني الحاجات دي، ايهاب اللي جايبها بصراحه. انا قلت له المكان وهو راح جابها لي. فلما هشوف بعيني اسمع ان هناك الطحينه ب 100 جنيه كيلو، بيقولوا طحينه كويسه جدا. العسل الاسود ب 40 جنيه. العسل الابيض، بس مش كل الناس بتشكر في العسل الابيض برضو بصراحه للامانه، لان في ناس او في براندات انت ممكن تكوني بتجيبيها احلى، مثلا زي عسل امتنان. في ناس بتبقى متعوده على طعم معين. انا ما دقتش لسه ما شفتش، بس سمعت ان الناس جابوا العسل الاسود بيشكروا فيه جدا، وعجبوا الطحينه بيشكروا فيها جدا. كمان بقى في حاجه مهمه جدا للي مش هيقدر يروح يدوق يجيب. انا كلمتهم على الفيسبوك، في عندهم توصيل. انا طبعا وسط البلد او المهندسين كانوا قال لي التوصيل 45 جنيه. زمايل جوزي في محافظات، في محافظة طوخ تقريبا في بنها، قال له التوصيل ب 60 جنيه. عندهم منافذ وزارة الزراعة، تقدروا تدخلوا تكتبوا على جوجل، تكتبوا منفذ وزارة الزراعة، هيطلع لكم العناوين كتير قوي. بس اهم حاجه لو انتوا بتدوروا على المنافذ يعني هتكتبوا في جوجل منفذ وزاره الزراعه، هيطلع لكم في الاول اول حاجه خالص وزاره العدل، لان ده جنب بيت اهلي. انا لما رحت وزاره العدل مفيش اي حاجه من دي خالص، مش موجود. فالافضل ان انتوا تكلموهم على الواتس او على الماسنجر، هم هيردوا عليك على فكره، بيردوا بسرعه. يعني حتى انا فاكره ان انا لما بعت لهم الرساله كانوا بيردوا عليا قرب الفجر، يعني بيردوا بالليل كمان، مش بس بيردوا يعني مش لازم في مواعيد العمل الرسميه، لا بيردوا في اوقات كتير، اوقات متفاوته يعني. والدليفري كان قال لي 45 جنيه. بس انا بحب دايما اشوف الحاجه يعني بعيني. تمام. فايهاب راح جاب لي السمنه، انا ناويه اجرب من هناك. الزيتون بيقولوا ب 80 جنيه، ناويه اجربه. المربى ب 70 جنيه كيلو، فبرضه ناويه اجربها، مفيش مشكله طالما انا جربت حاجه وعجبتني. ما فيش اي مشاكل ان انا اجرب بقيه الحاجات. منفذ حكومي عنده لحمه كمان على فكره. انا في فيديو جاي هقول لكم منين احنا نجيب اللحوم والحاجات والفراخ والكلام ده، لان عشان بس الفيديو ما يطولش مني اكتر من كده، لان طبعا انتوا عارفين الدنيا غاليه قوي الايام دي. انا بجيب سكر ورز وزيت ومكرونه والحاجات دي كلها منين، هقول لكم في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. انا دلوقتي الفيديو ده معمول اصلا مخصوص عشان موضوع السمنه ده. السمنه بجد حلوه جدا، ريحتها حلوه. الجاموس الحلوه اللي انتوا عايزين تجيبوها برضو للحلويات شغاله. انا كنت جايبه دي للحلويات، بس قلت اجرب الكنافه بدي، فعشان كده حتى هتلاقوا البرطمان انا هدرت منه جامد، عشان انتوا عارفين طبعا الكنافه بتاخد سمنه كتير. لا طلعت كويسه، مش وحشه، مش سيئه. في البشاميل حلو. انا بحب الحاجه طعمها حلو كده، حلوه مش وحشه. ولو حبيتوا تعملوا منه كحك، عشان انا عارفه ان الكحك طبعا هيبقى في ذمه الله السنه دي. لو هتعملوا منها الكحك ارشحها لكم بشده بصراحه حلوه. في منها زي ما بقول لكم زبده ب 170. وفي برضو نوع تاني، انواع تانيه. في برطمان اسمه الدوار، اللي هو بقى الفرز اليدوي ب 200 جنيه حلو يعني. برضو انا ناويه اجربه ان شاء الله المره الجايه. ده فرز المكن قلت لكم، نجرب المره الجايه ان شاء الله فرز اليدوي، اللي هو سمنه اسمها الدوار، او زبده يعني بلدي اسمها الدوار. ده بديل كويس جدا يا جماعه، وبديل ارخص بكتير من سمن العلب. الناس اللي بتحب السمنه المهدرجه، ده بديل متهيألي بالنسبه لها افضل بكتير من ان انت تروحي تجيبي علبه سمنه كيلو بقت وصلت تقريبا ب 115، كملي عليها وهاتي دي ب 135 ل 20 جنيه في صحه ولادك افضل. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم، يا رب اكون افدتكم باي حاجه صغيره قد كده. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني فيديوهات تاني. وزي ما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم فيه انا بشتري الحاجه بتاعتي في الازمه الماديه اللي احنا فيها دي منين. تحياتي، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.